السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، إزاي حضراتكم؟ هو ده الفرق بمنتهى البساطة بين قوات مسلحة مدربة شرعية بما يرضي ربنا، وبين قوات للكيان بتضرب في ناس عزل من السلاح، ناس مفيش في ايديهم إلا دعوتهم لله عز وجل. إن شاء الله ربنا برضو معاهم وهينصرهم. وكيان مدجج بأحدث الأسلحة داخل بيدور على الرهاين بتوعه أكتر من سنة ونص، جاب عليها واطيها ومش قادر يوصل لهم. وقوات مسلحة مصرية نزلت بكل هدوء لأرض السودان عشان تحرر شوية مصريين، ناس بسطاء على الله، لا حول ولا قوة لهم إلا بالله العلي العظيم. نزلوا مدعومين بالطيران الغريب، الطيران المعادي، الطيران يقولوا قوات دجلو، يقولوا زي ما هم عاوزين يقولوا، يقولوا زي ما هم عاوزين يقولوا، اللي هو الدعم السريع، القوات المنشقة عن الجيش الشرعي لدولة السودان، يقولوا زي ما هم عاوزين يقولوا. ولكن نزلت قوات الصاعقة المصرية بكل بسالة وبكل قوة وسط هنقول ايه، قوتين متناحرتين وحرب أهلية، وقدروا يحرروا الأسرى المصريين. حرر، طير، رجع، انتهى الموضوع. فده الفرق بين القوات المسلحة المصرية وقوات الكيان المغتصب. ممكن نتكلم في الموضوع ده باستفاضة، وممكن اقول لحضراتكم الموضوع من الالف للياء، بداية من التخطيط للنهاية ان شاء الله. السلام عليكم.